يا داخل هذا المكان صلي على النبي العدنان. ملقتش احسن من الكلمة دي تبدأ بيها الفيديو بتاعنا، فصلي على سيدنا النبي. وتعالوا بقى اوريكم مكان جميل جدا للخروجات في وسط البلد، مش هيكلفك كتير، وكمان ممكن تفطر فيه وكمان تشرب اللي انت عايزه. واول ما تخش المكان هتحس براحة نفسية كبيرة جدا، وتحس ان انت رجعت بالزمن لورا، وريحة زمان موجودة في المكان ده، وكل حاجة عندهم تحف وانتيكة، فانت هتفضل تاخد صور في كل الزوايا اللي عندهم. فالمكان دوت كنز للناس اللي بتحب تاخد صور جدا، سواء بقى كنتوا سنجل او كابلز. والناس اللي ما بتحبش الدوشه والصخب وما بتحبش تقعد على الكافيهات، صدقني جرب المكان دوت، قعدته رايقه وجميله جدا وهاديه. ونصيحه مني بقى عشان تتمتع بالمكان دوت، اول ما تخش حط الموبايل في جيبك غير لما تاخد صوره وبس، وبعد كده حط الموبايل في جيبك وتمتع باجواء المكان الجميل دوت، وحاول تسيب تذكار ليك في الحيط عشان الناس تقراه. تخيلوا بقى ان كل ديت ملاحظات وخواطر ناس حاطينها على الحيطه. وهنا بقى كنت عايز اعزف شويه بس ما لقيتش العود بتاعي، وهنا بقى قلت اريح شويه واخد قيلوله قبل ما يعملوا لي براد الشاي. صح، ما نسيت اقول لكم، انا طلبت براد شاي وشربته، وبعد كده طلبت كوبايه قهوه وشربته على المنظر الجميل دوت. وكان الهواء ممتع ومنعش، وكان سعر البراد والقهوه 120 جنيه، والمنظر الجميل دوت من البلكونه بتاعتهم. وحابب اقول لكم مفيش احسن من خروجات وسط البلد ولا التمشيه في وسط البلد، لان وسط البلد من اجمل الاماكن اللي موجوده في القاهره عامه. والمكان المميز الجميل دوت اسمه الكوخ. ويا ريت بقى اللي جرب المكان دوت يقول لنا ايه رايه. وفي اخر الفيديو ما تنساش تقول